انا خاطب واهل خطيبتي ناس على نيتهم قوي، لدرجة ان والدها راجل طيب، بس بالنسبة لي عيب لانها خلت مراته هي المتحكمة في كل حاجة. وانا دخلت البيت من بابه وبعامل اهل خطيبتي بما يرضي الله، وبزورهم على طول وبتبهدل في المواصلات رغم اني ساكن بعيد، وبرجع من عندهم من اخر الدنيا وما اشتكيتش يوم. بس انا اللي شايفه مش طبيعي، ومستغرب جدا ان والدتها هي اللي شايله الجوازة على كتفها، كل حاجة هي اللي بتتكلم فيها، وجوزها راكن خالص ملوش اي صلة بالموضوع. ولولا اصلا الناس كبيرة اتدخلت في الموضوع ده من الاول ما كانتش الخطوبة دي كملت اصلا. ووالدتها كل ما تشوفني او تسمع صوتي الاقي طلب منها جديد، يا اما عن طريق بنتها. وانا الحمد لله ظروفي كويسة جدا، بس ما بحبش الاستغلال، ولا انهم شايفيني مكنة فلوس مش بتخلص. حتى خطيبتي ماشية على نفس النهج بتاع والدتها، ولما زعلنا مرة وكلمت والدها عشان يتدخل لقيت والدتها بتكلمني مستغربة وبتقولي ازاي تقول لوالدها انا اللي احل مش هو، وركنت جوزها خالص على جنب كأنه ملوش لازمة. وانا مش بحب الحوارات دي، وان الست هي اللي بتتعامل معايا ووالدها لأ، لدرجة ان كانت والدتها بتتكلم معايا في تفاصيل الشقة والعفش كأنها هي اللي هتتجوزني، مع اني والله مشطب الشقة سوبر لوكس، بس هي لازم تحط بصمتها في اي حاجة كبيرة او صغيرة، مع ان بصراحة مستواهم الاجتماعي مش زي مستوايا خالص. وانا بقولها بس ده مش غرور، بس عشان اوضح الصورة، ورغم كده كنت مستحمل كل ده. لقيت خطيبتي بتكلمني وبتقولي انا مش مرتاحة ومبسوطة، برغم ان مش مقصر معاها في حاجة، بجيب لها احسن اكل واحسن هدايا واحسن لبس، ورغم اني ما شفتش منها اي حاجة ولا اي هدية حتى خالص، حتى في عيد ميلادي. هي كسرتني ووجعتني قوي، بس هي نفس طريقة والدتها بنفس الاسلوب ونفس البرود ونفس ردودها اللي توجع، وانا لسه على البر بس مش عارف اعمل ايه. محتار عشان حبيتها كنت بعمل كل ده ومستحمل عشان بحبها، وفي الاخر تقولي انا مش مرتاحة وخايف ابعد عنها اندم. قوله يعمل ايه في التعليقات، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.